السلام عليكم حبايب. إن شاء الله رح نبدي بسم الله بعجينة الخبز العراقي. إن شاء الله هنا واضح عندكم وأنا كتبت لكم المقادير: ملعقة من السكر، ملعقة من الخميرة، نصف كوب من الطحين، كوب من الماء الدافي. نمزج هاي المكونات على مود ما نخلي بها تكتلات، ونترك هذا المزيج لمدة 10 دقائق. الحين ما تتفاعل الخمرة. شوفوا عيني، هاي النتيجة. الفقاعات هاي أهم شي بالتخمير. هسه نبدي بالعجينة. إن شاء الله واضحة عندكم وأنا كتبت لكم المقادير، وتنفع هاي العجينة للمخبوزات يعني العراقية. هاي هنا حطيت حليب والخميرة مالتنا شوفوها شلون متفاعلة، وبديت ألابس الطحين. انتو بديكم بالمكسر بكيفكم. لا تنسون حبايب، كل ما تعجنوها زين تعطيكم نتيجة خبز كلش روعة. هنا بديت أخلي الزيت لابسته يعني إلى حين ما نلابس المكونات كلها. هنا بابا حبايب العجينة مالتنا هسه جاهزة. خليت ملح، وانتو الملح بعد بكيفكم، تريدون تخلون أكثر. هنا نبدي نلابسها، بعد نستخدم إيدينا لأن عجينتنا صارت جاهزة. هنا شوية نخلي مي، وهي هماتين سر نجاح العجينة المضبوطة. تخلوا لها مي وتسوون هاي الطريقة، طريقة أمهاتنا، ونتركها لمدة 10 دقائق ربع ساعة. هنا نذب المي ونرد العجين، وهنا نعدل العجينة مالتنا. شوفوا شلون صارت كلش مضبوطة. وهنا عجينتنا صارت جاهزة. هسه نتركها تتخمر ساعة أكثر حسب الجو اللي عندكم. هاي حبايب شنقت أنا العجينة، كورتها يعني اللي ما يعرف شنو شنقت العجينة. هاي بديت أفرش على مود الوقت حبايب، يكون التنور هماتين كلش حار، ونخلي الخبزة على مود الخبزة لا تلزق. كل ما يكون حار أحسن، يطلع لنا خبز مضبوط. شوفوا ما شاء الله حبايب شلون استوت. هسه هاي هنا سويتها بالسمسم، أكيد كلكم تحبوه. هاي بابا حبايب طرقتها كلش زين وخليتها على المخبازة، وبديت أفرش بيها وأحطها بالتنور. إن شاء الله واضح عندكم الفيديو. شوفوا عيني ما شاء الله تبارك الله. شوفوا عيني، هاي الفقاعات سببها التخمير الجيد، الخمرة اللي خمرناها، وهاي طلعنا خبزاتنا ما شاء الله صاروا كلش روعة. تمنيت الكل يذوقها. سهمنا وسهمكم العافية حبايب. هاي راح أسوي خبز أبو الخضرة. هاي الخضرة قدامكم، الفلفل الألوان، بصل، جبن، عندكم هاي الدبس الفليفلة، زيت زيتون، ملح. هاي كل هالمكونات تخبطوها ونحطها على الخبزة، هي نفس العجينة، تصير كلش طيبة. مرات واحد يعني يشتهي. هاي فرشتها على ورق الزبدة، بعدين سحبت ورق الزبدة على مود تصير سهلة عليكم من تحطوها ما تلزق. هاي هنا حطيت جبن، كلش طيب يصير وياها. إن شاء الله واضحة عندكم. هاي ويا الشاي كلش طيب. إن شاء الله تجربون هاي الوصفة. وأي شي حبايب
مو واضح عندكم اكتبوا لي بالتعليقات أوضحها لكم. لا تنسونا بالتعليقات واللايكات، شيروا الفيديو لأصدقائكم. أترككم في رعاية الله وحفظه.